اسبانيا بتعمل اعمال كتير جدا سواء عندهم في اسبانيا او على منصات زي نتفليكس مثلا، بس ان يكون في عمل اسباني انه يوصل او قدر يعلم مع الناس فاكيد ده فيلم حلو. ما نقدرش نقول ان الافلام الاسبانيه تتقارن مثلا مع افلام هوليوود، هي يا دوبك كده تنافس مع افلام مصريه مثلا، لان صناعه السينما عندهم يعني تعتبر ضعيفه شويه. بس اعتقد فيلم النهارده فيلم مختلف شويه. الفيلم بيتكلم عن مجتمع محدود الموارد، ولازم الحكومه تقلل عدد السكان، ويبقى هدف الحكومه انها تتخلص من الحوامل والاطفال عشان يعرفوا يحافظوا على الاستقرار الاجتماعي. ومن هنا بيظهر ابطال الفيلم ميا وجوزها وطفلها اللي في بطنها، ومفيش قدامهم حاجه غير انهم يهربوا في عربيات عشان توصلهم لبلد تانية. عربيات فيها زي كونتينر كده، او العربيات اللي هي بتبقى كبيره دي، انا مش عارف اسمها ايه بالظبط، بس هي العربيات دي. والمفروض هي وجوزها يهربوا عن طريق عربيه من العربيات دي، بس فجاه كده بعد شويه احداث بينفصلوا عن بعض. الست بتروح للعربيه والراجل بيروح للعربيه. وعلى فكره ده مش حرق للفيلم، انت بتعرف كل ده في اول دقيقتين من الفيلم. وبرده بيحصل شويه احداث، كل اللي معاها في العربيه بيموتوا وبتفضل هي لوحدها في الكونتينر ده. الفيلم ده يعتبر من افلام اللي هو البقاء على قيد الحياه، ست ولوحدها وعايزه تروح من بلد لبلد عن طريق البحر، وغير كل ده الست دي حامل وعلى وش ولاده كمان. فبنشوف بقى المعوقات والرحله دي هتمشي ازاي. اكل مفيش، حتى التليفون اللي معهوش غير رقم واحد بس، هو رقم جوزها وحافظاه بالعافيه كمان، ومفيش اي تواصل بالعالم الخارجي غير التليفون ده. فيا ترى هتعمل ايه؟ بغض النظر عن الست دي حامل ولا لا، فالفيلم بيوضح لك حاجات تانية في شخصيتها. الفيلم بيقول لك ان الست دي هتكافح وهتصد اي حاجه تقف قصادها. وبالنسبه لي المجهود اللي بذلته الست دي هو من اهم عوامل الجذب في الفيلم ده، لان الرحله دي ممكن تعتبر ملهمه لناس كتير. الست دي عارفه ان محدش هينقذها غير نفسها، وكل العوامل اللي حواليها بتقول انها هتموت. بس الفيلم بيقول لك ازاي ممكن توصل لاخر الطريق، وهل ممكن توصل ولا لا. بالنسبه للاخراج والتمثيل ما اقدرش اقول انه كان عبقري، بس اقدر اقول انه كان حلو جدا. اظن المخرج قدر يعمل معادله حلوه جدا، لان يعتبر كل الفيلم متصور في كونتينر، ومع ذلك قدر يحسسك بكل المشاعر اللي الشخصيه حاسه بيها. هتحس بالجوع والياس وكل المعوقات اللي كانت بتواجهها، كل ده انت هتحس بيه وانت اصلا ولا معاها ولا اي حاجه، قاعد بتتفرج عليها بس انت مخنوق وانت بتتفرج. وده اللي هيخليك مشدود على مدار الفيلم، يعني كل مشكله الشخصيه بتواجهها ازاي، وهل في مشاكل هتحصل بعدها، والمشكله دي حلها ايه، والمشكله دي حلها ايه. فعلى مدار الفيلم انت مش هتحس باي ملل. بالنسبه للتمثيل ما اقدرش اقول ان كان في شخصيات كتير ونحللهم والشخصيه دي مثلت ازاي، لا هي كان شخصيه واحده وتحدي واحد، وهي شخصيه البطله. وبالنسبه لي عملت دور حلو جدا جدا، قدرت تحسسني بكل حاجه، بالخنقه اللي كانت فيها، بالمشاكل اللي هي كانت حاسه بيها، وكل المعوقات اللي قدرت تتغلب عليها. انا ما اعرفش حرق ولا لا، بس الست دي يعني عملت حاجه في الكونتينر اول مره في حياتي اشوفها بتحصل في كونتينر، عمرها ما حصلت تقريبا في تاريخ الافلام غير مره او اتنين. ومشهد الولاده بالنسبه لي كان من احلى مشاهد الفيلم. عيوب الفيلم بالنسبه لي ما كانتش كتير، بس ابرزها سهوله الحلول في الفيلم. يعني مثلا البطله موبايلها ما بيفصلش، اكل مش موجود هتتصرف وتجيب اكل، وبالنسبه لي دي حاجه مش واقعيه شويه. يعني اللي يشوف الفيلم ما ياخدش الموضوع بجديه قوي، لو شاف حاجات كده يعديها. ¿Pero dónde estás? والفيلم ده طبعا بلس 18، يعني لو انت اقل من 18 سنه ما تشوفش الفيلم. ما تقولش انا هروح اشوف الفيلم وهعدي، ما تشوفش الفيلم. اوقات كتير بنسمع عن الستات الحوامل ان هم ابطال خارقين عشان بيتحملوا الالم وهكذا، وشفنا ده في اعمال كتير زي مثلا اكوايد بريس اللي هو كان من بطوله ايميلي بلانت، اللي كانت في الوقت ده حامل وفي نفس الوقت كانت في كارثه كبيره جدا، وبرضه قدرت تتغلب على المشكله اللي هي فيها. واظن الفيلم ده ممكن يتصنف نفس التصنيف، البقاء على قيد الحياه، ووجود كارثه كمان مع الشخصيه. هي مش كارثه بمعنى كارثه، بس وجود حمل على الشخصيه. لو انت بتحب افلام الاثاره مع شويه رعب كده حلوين فانت هتحب الفيلم ده. الفيلم ده مش اللي هو فيلم رعب، بس طول ما انت قاعد هتحس انك مخنوق، وكل شويه هتدعي تقول يا رب الشخصيه دي تطلع، انت عايش معاها على مدار الفيلم. والفيلم ممكن يخليك تفكر بره الصندوق شويه، وتفكر في المهاجرين المصريين او العرب اللي بيسافروا لاوروبا، ونبذه عن المعاناه اللي ممكن يعيشوها في رحله زي دي. يعني الفيلم ممكن يفتح عينك على حاجات انت ما كنتش واخد بالك منها، وتحس بمعاناه انت عمرك في حياتك ما كنت تتخيل انها ممكن تكون موجوده. ولازم تتاكد ايا كانت مشاكلك وايا كانت ظروفك، ففي الاخر اكيد في امل، اكيد في نور في نهايه الطريق. بس كده، ده كل كلامنا عن فيلم نوير. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكريبشن. سلام.
طب انت قاعد لحد دلوقتي ولا عملت لايك ولا سبسكرايب ولا عملت شير لصاحبك قلت له بص الفيلم الجامد ده عايزين نتفرج عليه؟ شير واعمل سبسكرايب وشير بسرعه.